رغم اني متأكد انك مش هتدوري، بس هنحاول برضه. والله دارت. لو سمحتي. احلى حاجه الصحيان بدري قوي كده وانت ما عندكش حد هيروح المدرسه. السلام عليكم. خلصت اليوم النهارده وانا مش راضي عن نفسي خالص، يعني ما انجزتش. كنت مخطط شويه حاجات ان انا اعملها، ما عملتش حاجه منها. يعني اليوم راح في هري دماغ كده، يعني في حاجات مش عارف انا بفكر فيها اصلا. ما بحبش اكون يعني ايه سوداوي قوي في تقييم الوقت وكده. الانجازات ان انت عملت ايه وكده، انا شايف ان دايما اي وقت فيه فايده، يعني اي حاجه انت بتعملها دايما فيها فايده. فاعتقد ان اليوم ما راحش في الفاضي، بس مش زي ما انا كنت متخيل او مش زي ما انا كنت مخطط له. هل انا دلوقتي لو جيت احاسب نفسي ولقيت ان شويه حاجات ما انجزتهاش، هل ممكن ارمي الكوره في ملعب النصيب، اقول النصيب نصيبي كده؟ او بمعنى اصح، هل ينفع اقول ان ده النصيب واسكت؟ ايوه معايا، افتحها معايا. خالد لقى ده اذنك. طيب اتفضل. لقى الورقه ده اهي، كنت طابع شغل الديجيتال بتاعي. كنت اول ما بدات اتعلم ديجيتال، احمد زكي مش عارف ايه، حاجات كده، حاجات ملهاش معنى. بس قول ده اسمه ايه؟ ده فؤاد المهندس. وقول ده اسمه ايه في اللعيبه؟ ده لعيب تنس مش فاكر اسمه ايه، اللي هو مشهور قوي ده في برشلونه ولا إيه؟ فريدر باين، حاجه كده. مش نادال، لا مش نادال. ودون اسمه ايه؟ ولا انت بتقلي؟ عبد الحليم حافظ. ده بداية ما بدأت ان انا ايه ادوس في الديجيتال. والله حمسني ان انا اكمل. شكرا خلود. طيب خليني بقى ادردش معاك في حاجة كده وانا ايه بشتغل. يعني منها ان احنا نمشي ايدينا، ومنها ان احنا ايه ما نعطلش. استغل فرصة ان انا ما عملتش حاجة النهاردة، فهعمل معاك شوية تمرين كده بالدودلز. هرسم شخصيات، وشوش شخصيات انا شفتها في يومي، مش في يومي بالظبط، يعني ممكن يكون امبارح مثلا، عشان بس يبقى شخصيات كتير. وهعمل تجربة كده بسيطة يعني. في المقابل برضو عايز اتكلم معاك في حاجة. انا ليا واحد صاحبي كل تفسيره لأي حاجة بتحصل، يعني مثلا مشكلة في شغله، مشكلة في اي حاجة، يقولك نصيب. فهل منطقي ان احنا كل حاجة نقول النصيب؟ انا مش معترض طبعا ان النصيب ده هو حاجة اساسي انها بتحصل، يعني اساسي ان احنا كلنا اصلا كل حاجة بتحصل لنا دي نصيب. بس هل منطقي ان احنا نفسر كل حاجة على انها نصيب؟ وهل تفسيرنا للي بيحصل
على انه نصيب، هل بيؤدي الحل؟ يعني مثلا انا صاحبي ده عنده بيزنس معين، عنده منتج، المنتج ده بالذات يعني ايه، ناس كتير تعجب بيه وبعد كده ما تشتريهوش، ناس تشوفه وتيجي تتفرج عليه وبعد كده يمشي وما يشوفوش. فبقول له طب ليه ده؟ يعني ده كذا واحد يجي يشوفه ويمشي. طب حد بيقول لك اي مشكلة، حد بيقول لك ان هو ناقصه حاجة، حد بيقول لك اي حاجة، يقول لي لا هو نصيب. ده كلام جميل جدا، كل حاجة نصيب وكل حاجة، بس انا عايز اوصل اكيد في اسباب. يعني هو ربنا خلق لنا اسباب بناخد بيها، اسباب لما ما بناخدش بيها قوي معدل نجاحنا بينزل شوية، لما بناخد بالاسباب كويس ربنا بيكرمنا، كل ده في اطار النصيب. يعني هو النصيب هو الدايرة الكبيرة اللي احنا عايشين جواها اساسا. فايه التفسير؟ انا عايز اوصل، هل انت مثلا اسلوبك مع الناس مش كويس؟ هل انت مش معتمد على الدعاية بشكل كويس؟ هل انت ما بتقدمش المنتج ده بشكل لائق مثلا بجودة المنتج ده؟ هل هو فعلا مش كويس؟ هل هو مثلا متصنع بشكل مش كويس، بشكل ملحوظ يعني يخلي كل اللي يشوفه يمشي؟ كل ده اسباب وارد انها تكون موجودة جوه نطاق النصيب برضه. يعني مش هننكر النصيب، يعني ما حدش يقدر ينكر، بس انا يعني ايه، انا شايف ان النصيب ده فكره، يعني ايه هي الفكره العامه اللي احنا فيها. يعني مثلا انا ممكن اقابلك في الشارع اقول لك انت ايه اللي جابك هنا، تقول لي ده انا ساكن هنا، اقول لك انت ساكن فين بالظبط، تقول لي في جمهوريه مصر العربيه. في الحاله دي انت مش كذاب وانت بتتكلم صح، انت فعلا ساكن في جمهوريه مصر العربيه، بس مش دي التفاصيل، مش ده العنوان اللي هيوصلني ليك، مش ده العنوان اللي هيخليني اتخيل انت ساكن فين. تمام؟ يعني هي جمهورية مصر العربية هي الدايرة الكبيرة اللي احنا فيها. فالمنطقي بقى ان انت تقول لي لا انت لو مشيت من الشارع ده هتدخل من الشارع ده فهتلاقي بيت مش عارف فيه مكوجي، انا جنب المكوجي، انا في الدور الثالث، اللي هم شوية التفاصيل دي. شوية التفاصيل دي هي اللي بتوصلنا، هي اللي بتوصلنا، هي اللي بتخلينا نوصل. كلمة النصيب هي كلمة يعرف، هي مسكن حلو جدا ومريح جدا للضمير، وخاصة ان له صبغة ايمانية كده ممكن تريح ضميرك اساسا وتخليك ما تدورش في اسباب بقى. بس دي مش يعني، هي هتنيمك مرتاح بس مش هتوصلك لحل. يعني ما تستناش ان انت تاني يوم تلاقي الحل. آه، في الغالب يعني، في الغالب يعني اذا كان في اسباب معينة انت واقعة منك، لازم تراجعها تاني، لازم تراجعها تاني ولازم تتك عليها قوي. انا بس يعني بقول كده بفكر نفسي لان انا اساسا واقع في مشكله، فمش عايز دماغي تاخدني لحته نصيب يعني هنعمل ايه. لا، في اسباب، مع ان هي مفيش اسباب واضحه بالنسبه لي، بس انا بزلت ببحث عنها. يعني هو يعني فعلا هو بالعين المجرده كده ما تلاقيش انا واقع في مشكله ملهاش سبب مرئي. يعني انا مش شايف لها ليه اساسا. فعلشان بس حسيت ان انا دماغي هتاخدني بقى لحته النصيب ومش عارف ايه، لا هو اكيد في حاجه. يعني انا عندي اساسا دروبايه كده في شغلي، فمش مشكله يعني. هي اكيد لها اسباب، ممكن تكون سوء تقدير مني، سوء تقدير من الناس التانيين، ممكن يكون انا مش كويس فعلا، ممكن يكون حاجات كتير قوي. لازم هوصل للسبب علشان نتك عليه، وكل ده جوه اطار النصيب. فما تريحش نفسك بكلام عام يريحك وخلاص، ما تتوهش المشكله. لا، في مشكله اقف عليها كويس جدا، طلع التفاصيل بتاعتها كويس جدا، طلع الاسباب بتاعتها كويس جدا، طلع الحاجات اللي انت ما مشيتش عليها مظبوط، تمام، طلع اخطائك بمنتهى الصراحه بمنتهى الوضوح. ما تجملش، ما تبرقش نفسك قوي وما تزنقش نفسك قوي في قفص الاتهام. خلي هدفك بس ان انت تحل المشكله. بقالي حوالي ساعتين بالظبط، ساعتين فعلا، عاوز اقوم اعمل قهوة ومكسل جدا. ازاي بتواجه احباطك او بتواجه المشكلة اللي بتقابلك؟ في كلمة من حرفين اتنين: لا.
لام ألف. لا دي ملهاش علاقة بإن العربية ما كانتش بتدور وبعد كده بقت تدور وكده يعني، لا الموضوع كبير يعني.